أثابكم الله. يقول: من المعلوم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له من الأجر العظيم كما جاء في الحديث، فهل يقولها متتابعة أم يفصل بينها؟ خبر عظيم وفائدة كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، عدل 10 رقاب يعتقها، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا فضل عظيم يستحب الإنسان كل يوم أن يذكر الله 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سواء في الضحى أو في الظهر أو في العصر، لكن إذا بادر بها في أول النهار يكون أفضل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن قال يحيي ويميت حسن، أو قال وهو حي لا يموت بيده الخير وهو كله طيب.